مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. النهاردة هيكون معانا كواليس وتفاصيل وبرضو أخبار المسابقة في آخر الحلقة إن شاء الله. نبتدي بماتش الزمالك والمصري، انتهت من شوية بتعادل الفريقين. بصراحة المباراة كان فيها في بعض الأحيان متعة شوية، لكن يعني المجمل بتاعها ما كانش فيه الإثارة لأن ما كانش فيه أهداف، باستثناء هدف ناصر منسي اللي اتلغى، كان هدف جميل ولكن طبعا كان فيها لمسة يد، علشان كده اتلغى. الفار استدعى الحكم ولغى الهدف اللي سجله ناصر منسي. في اصوات داخل نادي الزمالك بتهاجم بيسيرو بشكل قوي جدا، وبيقولوا جوه مجلس اداره الزمالك ان حتى لو بيسيرو كسب كاس مصر برضه هيتم اقاله بيسيرو. فدي بنسبه كبيره جدا جدا نادي الزمالك مش مقتنع باداء بيسيرو، لعيبه نادي الزمالك مش مقتنع باداء بيسيرو. حتى في كلام ومقارنه ما بين اللعيبه ان جوميز كان تدريبه افضل بكتير وطريقته مع اللعيبه كانت افضل بكتير من بيسيرو مع نادي الزمالك. نروح للنادي الاهلي ومفاجاه النادي الاهلي لابوريدا. النادي الاهلي مستعد تماما للرد وبيحضر من دلوقتي الرد على تاجيل مباراه الزمالك وبيراميدز، مباراه نهائي كاس مصر اللي احتمال تتاجل ل يوم 5 في الشهر، يعني هتتاجل اسبوعين عن الميعاد الاساسي بتاعها، هتتاجل لشهر 6، يعني قبل اول ماتش للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه ب9 ايام. فالنادي الاهلي بيجهز رد بقوه وهياخد الملف ده كله في حاله ان صدر قرار قصاد النادي الاهلي في مباراه القمه اللي ما رضيش اتحاد الكره ان هو ياجلها لبعد بضعه ساعات لحد ما يجيبوا الحكام السعوديه. فالنادي الاهلي بيحضر رد بقوه في هذه الحاله. والنادي الاهلي بقى اللي ما يعرفوش هاني ابو ريده انه بيتمنى تاجيل الماتش. يعني النادي الاهلي بيتمنى تاجيل مباراه الزمالك وبيراميدز في الكاس. هتقول لي ازاي بيتمنى تاجيل؟ علشان ده مستند قوي مع النادي الاهلي، لما يروح الفيفا يقول له ان اتحاد الكوره قال لك ما فيش اي تاجيل للمباريات حتى لو ساعه واحده، وهنا في الناحيه الثانيه اجل المباراه لاسبوعين وما كانش عنده اي مشكله ان هو ياجل المباراه. ده غير ان هو هياخد كلام الكومي اللي قال ان كان في توجيهات لاهداء الدوري لنادي بيراميدز وتعليمات بكده. فالنادي الاهلي بيحضر ملف ورد بقوه على الكلام اللي بيحصل ده، والنادي الاهلي بيتمنى بالفعل تاجيل مباراه بيراميدز والزمالك لان مش هتاثر معاه. هي الناس فاكره ان لو اتاجلت الماتش لشهر 6 فهيحصل تاثير مع النادي الاهلي وزيزو مش هيقدر ينضم للنادي الاهلي في كاس العالم. يا جماعه الناس كلها اللي بتهري في الموضوع ده صدقوني مفيش اي كلام من ده، وزيزو هيشارك مع الاهلي في كاس العالم للانديه. عشان في ناس امبارح طلعت اتكلمت في برنامج ابراهيم فايق وقال لك اخبار ان الزمالك عقده مع زيزو لاخر 6، طالما في قسط لاخر 6 يبقى زيزو مش من حقه ان هو يلعب. طب ايه علاقه ان انت حقك او ان انت هتاخد قسط في اخر 6 بفتح القيد؟ طالما اتفتح القيد في البلد او في الدوري اللي انت بتلعب فيه يبقى من حق النادي ان هو يسجل اللعيب ده. فكل الكلام والهري اللي بيحصل ده ملوش اي مجال من الصحه، وهتشوفوا الكلام ده بنفسكم وهتشوفوا ان زيزو هيشارك في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. حتى لو الزمالك قدر ان هو يقدم ملف للفيفا، وطبعا ده بياخد وقت، حتى لو تم ايقافه هيحصل استئناف وهيكمل زيزو عادي وهيلعب كاس العالم، لان الفيفا بيدعم كاس العالم للانديه وعامل استثناءات رهيبه بخصوص كاس العالم للانديه عشان كل اللعيبه تشارك ويقوي من البطوله، لان بالنسبه له دي اهم بطوله السنه دي في العالم، وحتى الجوائز بتاعتها اكتر بكتير من جوائز كاس العالم العاديه، كاس العالم للمنتخبات. هنمشي ونروح طبعا لحاجه اخيره معاكم قبل ما اقول لكم تفاصيل المسابقه عشان ما اطولش عليكم. عايز اروح بس الكابتن رضا عبد العال اللي قال حاجه النهارده هنسمعها مع بعض بعد مباراه الزمالك. وافكر الكابتن رضا عبد العال بحاجه قالها. بيسيرو بيخلص على الزمالك واحده واحده، جاي ينفذ المخطط بتاع مجلس الاداره. هنخلص على الزمالك، هنخلص على الزمالك لا محال. راجل شفت الكابتن رضا عبد العال بيقول لك بيسيرو بيخلص على نادي الزمالك ومخطط اداره مجلس اداره نادي الزمالك ان هو يخلص على نادي الزمالك. كابتن رضا عبد العال في اقل من شهرين تقريبا قال لك ان بيسيرو الزمالك مع بيسيرو يخوف، وان كل الفرق في الدور الثاني هتخاف من نادي الزمالك. هو ده اللي بنقوله على الكابتن رضا عبد العال، ان المشكله ان تحليله وان هو بيدي اراءه بسرعه جدا جدا، اراء متسرعه واحكام متسرعه،
فبيرجع تاني بعديها على طول يغير آراءه دي. فالكابتن رضا عشان انت ما بتبنيش آرائك على تحليل فني وتحليل عقلاني، المشكله ان انت بترجع تقلب 180 درجه بعديها على طول، زي بالظبط ما قال على عمر مرموش ان هو ما بيعرفش يلعب، ودلوقتي بيقول لك لا انا ما قلتش كده، الكلام ده كان زمان لكن مستواه اختلف. عشان كده يا كابتن رضا بنقول لك ما تتسرعش في الاحكام. قال لك بيسيرو من شهرين الزمالك هيخوف اي فريق في الدور الثاني، الوقت بيقول لك بيسيرو بيدمر نادي الزمالك، ده ما فاتش شهرين يا كابتن رضا، ده حتى الموسم ما فاتش. عشان كده بنقول لك ما تتسرعش يا كابتن رضا، ويا ريت تهدى شويه كده في ارائك. هنقول لكم تفاصيل مسابقه كاس العالم للانديه، شويه تفاصيل. المسابقه هتبتدي يا جماعه يوم 1/6 بالظبط، وهتنتهي يوم 13/6. التصويت هينتهي يوم 13/6 قبل بدايه كاس العالم للانديه، علشان المباراه يوم 14/6. ففي ناس بتبعت لي من دلوقتي تصويت وحاجات من كده، لسه للاسف التصويت ما بداش، فيا ريت تستنوا وتتابعونا عشان تعرفوا كل التفاصيل، وان شاء الله يكون ليك حظ ان انت تكسب. هيكون في الجائزه كبيره طبعا $4000، لكن هيكون في جوائز ثانيه لفايزين تانيين، وهيكون في برضه تذاكر لمباريات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه لو انت موجود في امريكا او ان انت مسافر وهتحضر المباريات. ان شاء الله تابعونا في حلقه جديده في الكره معاك.